أهلا بيكم يا أبطال العلوم في درس جديد. معاكم مستر إبراهيم عبد الباقي. النهاردة هنفتح مع بعض صندوق أسرار الكيمياء، وهنتكلم عن حاجات بنشوفها وبنستخدمها كل يوم، الأدلة الكيميائية والأملاح. عايز الكل يجهز ويركز معايا كويس قوي عشان نطلع من الشرح ده فاهمين كل كبيرة وصغيرة. يلا بينا. طيب، خلونا نبدأ بسؤال أو لغز. تخيلوا معايا كده دخلنا المعمل ولقينا قدامنا 3 كاسات. ال3 فيهم سوائل شفافة زي المية بالظبط، بس في سر: واحد فيهم حمض والتاني قلوي والتالت مادة متعادلة. السؤال بقى، إزاي هنعرف كل واحد فيهم إيه؟ وطبعا ممنوع تماما إننا ندوق أو نشم أي حاجة في المعمل. دي قاعدة أساسية وخطيرة جدا. يا ترى إيه الحل؟ هو ده بالظبط التحدي اللي هنواجهه النهاردة. رحلتنا النهاردة متقسمة لخطوات واضحة. الأول هنبقى محققين كيميائيين ونكشف الأسرار. بعدها هنستخدم مسطرة ال pH عشان نعرف مين الأقوى، وبعدين هنشوف إيه هي الأملاح وإزاي بتتكون ونتعلم نكتب صيغتها ونعرف خواصها. وفي الآخر خالص عندنا فقرة تدريبات للأبطال. مستعدين؟ يلا بينا على طول. تمام، يلا نبدأ بأول أداة في شنطة العدة بتاعتنا. إحنا محتاجين طريقة سريعة وبسيطة تعرفنا بس نوع المادة اللي قدامنا دي، حمض، قلوي ولا متعادل. الأداة دي بنسميها الكواشف أو الأدلة الكيميائية. طب إيه هي الأدلة دي؟ فكروا فيها كأنها جواسيس سرية بنبعتها للمحلول. أول ما بتنزل فيه لونها بيتغير على طول، وكل لون بيكشف لنا سر. يعني لو الوسط حمضي بتدينا لون معين، ولو قلوي بتدينا لون تاني خالص، وممكن في الوسط المتعادل يبقى ليها لون تالت أو لونها ما يتغيرش أصلاً. والمحقق أو الكاشف الأشهر على الإطلاق واللي كلنا عارفينه هو طبعاً ورقة عباد الشمس. دي تعتبر أبسط وأسهل أداة ممكن نستخدمها عشان نقول سلام عليكم ونفرق بين الأحماض والقلويات، وبتبقى موجودة في شكلين: ورقة زرقاء وورقة حمراء. القاعدة هنا سهلة جدا ومباشرة. بصوا، الأحماض آخرها حرف ضاد، بتحمر آخرها را، يبقى الحمض بيحمر ورقة عباد الشمس الزرقاء. أما القلوي آخرها ي، بتزرق آخرها قا، يبقى القلوي بيزرق ورقة عباد الشمس الحمراء. طب والمادة المتعادلة زي المية، دي بقى مسالمة، لا بتأثر على دي ولا على دي. والأحلى بقى إن الكيمياء دي مش بس في المعمل، دي موجودة في مطبخنا. يعني ممكن نعمل كاشف طبيعي في البيت. إزاي؟ بالكرنب الأحمر. لو غلينا شوية ورق كرنب أحمر، المية بتاعته دي تعتبر دليل طبيعي ممتاز. جربوا كده، حطوا عليها نقطتين ليمون وشوفوا اللون هيتغير إزاي، وجربوا حطوا شوية بيكربونات صوديوم وشوفوا لونها هيتغير لإيه. حلو قوي. دلوقتي عرفنا إزاي نحدد نوع المادة، بس المحقق الشاطر مش بيكتفي بكده. إحنا محتاجين نطور أدواتنا. الخطوة اللي جاية مش بس هنعرف إذا كانت المادة حمضية ولا قلوية، لأ، ده إحنا هنعرف كمان درجة قوتها، يعني مين أقوى من مين. وهنا يجي السؤال المهم: هل كل الأحماض زي بعض في القوة؟ يعني مثلا هل حمض الليمون اللي بنشربه زي حمض البطارية اللي بيشغل العربية؟ أكيد لأ. ورقة عباد الشمس آخرها تقول لنا إن الاتنين أحماض، لكن مش هتقول لنا أبدا مين فيهم أقوى من التاني. عشان كده إحنا محتاجين أداة أدق. والأداة دي هي مقياس الرقم الهيدروجيني أو اللي بنسميه ال pH scale. تخيلوا معايا إنها مسطرة كيميائية مرقمة من 0 لحد 14. المسطرة دي بتقيس درجة الحمضية أو القلوية. كل ما الرقم نزل عن 7 الحمضية تزيد، وكل ما الرقم طلع عن 7 القلوية هي اللي تزيد. عشان نسهلها على نفسنا خلينا نقسم المسطرة دي ل3 مناطق أساسية. أي محلول ال pH بتاعه أقل من 7 ده على طول محلول حمضي. طيب لو ال pH طلع 7 بالملي ده يبقى محلول متعادل زي المية النقية كده. أما بقى لو ال pH كان أكبر من 7 يبقى ده محلول قلوي أو قاعدي. تمام، عرفنا الأحماض والقلويات وبنعرف نقيس قوتهم. يجي بقى السؤال اللي بعده: يا ترى إيه اللي بيحصل لما نحط حمض على قلوي؟ هل بيتخنقوا؟ هل واحد بيكسب؟ الحقيقة إنهم بيتفاعلوا مع بعض في تفاعل مهم جدا عشان يكونوا حاجة جديدة خالص. التفاعل ده بنسميه تفاعل التعادل، وده فعلا من أهم تفاعلات الكيمياء على الإطلاق. القاعدة بتاعته بتقول لما حمض يقابل قلوي الناتج بيكون ملح ومياه. الموضوع أشبه باتنين أعداء بيتصالحوا، فكل واحد فيهم بيلغي تأثير التاني، وبيكونوا في الآخر مركبين جداد: ملح ومية. والملح ده هو بطل كلامنا اللي جاي. بما إننا عرفنا إن الأملاح دي هي ناتج التصالح بين الأحماض والقلويات، يبقى لازم نتعلم إزاي نصنع الملح ده بنفسنا. والمقصود هنا إزاي نكتب اسمه وصيغته الكيميائية صح، ودي مهارة أساسية ومهمة جدا لأي حد عايز يبقى شاطر في الكيمياء.
كتابة صيغة أي ملح دي حرفياً زي اللعبة، بس محتاجة تركيز. همشي معاكم فيها خطوة خطوة. بصوا كده على الشاشة. أول حاجة بنكتب رمز الشق الموجب اللي بنسميه كاتيون، بنكتبه على الشمال. في المثال بتاعنا هو المغنيسيوم Mg². تاني خطوة جنبه على اليمين بنكتب رمز الشق السالب اللي هو الأنيون، وهنا هو كلور Cl-. نيجي بقى للحركة السحرية، بنعمل مقص، يعني بنبدل أرقام التكافؤات من غير الإشارات. الاتنين بتاعة المغنيسيوم هتروح للكلور، والواحد بتاع الكلور اللي مش بيتكتب هيروح للمغنيسيوم. عشان كده الصيغة في الآخر تطلع إيه؟ MgCl2. بسيطة خالص أهي، صح؟ يلا بينا نطبق اللعبة دي على كام مثال كمان عشان الفكرة تثبت. بصوا في الجدول ده، كلوريد الصوديوم أحادي والكلور أحادي، فالواحد هيروح مع الواحد ومش بنكتب حاجة، وتبقى الصيغة NaCl. طب بصوا على المثال بتاع كربونات الكالسيوم ثنائي والكربونات ثنائي، فالاتنين هتروح مع الاتنين وتبقى الصيغة CaCO3. الفكرة كلها في إننا نكون حافظين التكافؤات صح ونبدلها صح. برافو علينا، دلوقتي بقينا بنعرف نصنع أملاح ونكتب صيغتها. طيب إيه هي بقى خصائصها؟ الأملاح دي مش بس ملح الأكل الأبيض اللي نعرفه، دي عيلة ضخمة جدا، وكل فرد فيها ليه خواص وكنوز مهمة جدا لازم نعرفها. أهم خواص الأملاح نقدر نلخصها في 3 نقط. أول حاجة الذوبان في المية، مش كلهم زي بعض، في أملاح بتدوب بسهولة وفي أملاح شحيحة الذوبان. تاني حاجة التوصيل الكهربي، ودي خاصية مهمة جدا لما بتكون دايبة في مية أو منصهرة. تالت حاجة إن كلها في حالتها الطبيعية مواد صلبة بتكون على شكل بلورات. خلينا نقف عند نقطة التوصيل الكهربي دي شوية عشان مهمة. لو جبنا مية نقية وحاولنا نوصل بيها دايرة كهربائية، اللمبة مش هتنور لأن المية النقية رديئة التوصيل. لكن أول ما ندوب فيها شوية ملح، المحلول ده بيتحول لموصل جيد للكهرباء واللمبة هتنور. وده بيحصل لأن الملح بيتفكك لأيونات موجبة وسالبة حرة، والأيونات دي هي اللي بتشيل الكهرباء وتمشي بيها في المحلول. ودلوقتي جه الوقت اللي بحبه، وقت التطبيق. لازم نختبر اللي فهمناه. يلا بينا على فقرة تدريبات الأبطال. هنحل كام سؤال كده عشان نتأكد إن المعلومة وصلت وثبتت في دماغنا. يلا نشوف السؤال ده مع بعض. بيقول: ما هي الصيغة الصحيحة لملح كبريتات الأمونيوم؟ نمشي خطوة خطوة. أولاً الرموز. الأمونيوم دي مجموعة ذرية رمزها NH4، والكبريتات برضو مجموعة ذرية رمزها SO4. ثانياً التكافؤات. الأمونيوم أحادي والكبريتات ثنائي. الخطوة الأخيرة إيه؟ المقص، نبدل التكافؤات. الاتنين بتاعة الكبريتات هتروح للأمونيوم، والواحد بتاع الأمونيوم هيروح للكبريتات. تبقى الصيغة النهائية، فكروا كده، بالظبط NH42SO4. يبقى الاختيار الصح هو آخر اختيار. نيجي بقى لحتة مهمة جدا وكتير من الشاطرين بيتلخبطوا فيها. في ناس بتعتقد إن الحمض طالما ضعيف يبقى ممكن ما يغيرش لون ورقة عباد الشمس. المعلومة دي غلط تماماً. بصوا، أي حمض في الدنيا سواء قوي أو ضعيف طالما اسمه حمض لازم هيحمر ورقة عباد الشمس الزرقاء. دي قاعدة. القوة والضعف دي بنعرفها من مقياس الPH، لكن تغيير اللون نفسه بيحصل في كل الأحماض، فخلوا بالكم قوي من النقطة دي. وقبل ما أختم، عايزة أقول لكم مقولة بحبها قوي: أجمل ما في التعلم هو ألا أحد يستطيع أن يأخذه منك. كل معلومة بنتعلمها بتكبر عقلنا وبتبقى جزء من شخصيتنا، وسلاح معانا بيفضل معانا طول العمر. وبكده نكون خلصنا رحلتنا النهاردة في عالم الأملاح والكواشف. دوركم انتوا بقى يبدأ دلوقتي. عايزاكوا تراجعوا كل التعريفات والقواعد اللي قلناها، وتفتحوا الكتاب وتحلوا على الأقل 5 مسائل كمان بنفسكم. أنا واثق فيكم وعارف إنكم قدها. كان معاكم مستر إبراهيم عبد الباقي، وأشوفكم في شرح جديد. بالتوفيق يا أبطال.